السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الحب، صباح الجمال، صباح الروقان، صباح البحر الجميل. النهاردة قلت لازم انزل اروح اقعد على البحر شوية. شايفين الهدوء والجمال؟ شايفين لون البحر عامل ازاي؟ شايفين السما؟ بصراحة منظر رائع جدا. قلت اخدكم معايا نروح نقعد شوية على البحر وندردش شوية. يعني النهاردة مش هنعمل اي حاجة فيها تعب خالص. وديت البنات الصبح المدرسة وقلت اروح اقعد على البحر شوية. كل ما اجي اقعد قدام البحر واتكلم انا وهو من منظره وجماله وصوته بنسى اي حاجة انا كنت رايحة عشان اقولها له. بصوا البحر هادي جميل. شايفين لونه حلو ازاي؟ ومازال لسه في ناس بتروح البحر. بصوا في كده غطاسين بينزلوا عشان خاطر لو لقوا اي حاجة بقى واقعة مننا. تعالوا بينا بس نشوف الاول انا خدت معايا ايه. خدت معايا الكوباية الحرارية بتاعتي دي فيها النسكافيه، وخدت كمان بسكوت ده حلو جدا من العبد. هما قطعتين اتنين بس طعمه حلو قوي. هو الشوكولاتة اللي فوق بالنسبة لي انا يعني كتير، بس هو طعمه حلو جدا يعني. طعمه مر، انا عموما بحب الحاجات الدارك، الحاجات المرة دي. بس وقلت ان انا واخدت معايا ازازة مية وقلت اقعد براحتي، ولاني مش بعرف اطلب حاجة يعني من البحر بره قوي يعني. بصوا بقى منظر الموج، منظر البحر، منظر الجمال. بصراحة مفيش كلام ممكن ان انا اقدر اقوله على المنظر الجميل ده. بصوا شايفين الغطاسين دول بينزلوا لو لقوا بقى ايه، مثلا خاتم وقع من حد، حلق، تليفون. الحاجات دي بقى بتبقى هي رزقهم، بس هما يعتبر ناس كتير وناس مشغلة ناس والكلام ده، يعني ده الطبيعي. بس شايفين منظر السما عامل ازاي؟ للأسف للأسف على قد ما المنظر حلو وجميل، بس ما بلاقيش حد يعني ما عنديش هنا صاحبة ان انا اخدها واروح اقعد معاها على البحر، او حتى قريبة ليا يعني. وهو دوت الشيء الوحيد اللي مخليني آم، نفسي ارجع بلدي، بس مش اكتر يعني. طبعا اسكندرية جميلة وما فيهاش كلام، محدش يقدر ان هو يتكلم عليها. بس فعلا صدق اللي قال الجنة من غير ناس ما تنداس. جميلة وحلوة وعروسة البحر المتوسط. كل حاجة فيها حلوة وناسها حلوين جدا جدا جدا، وانا يعتبر بقيت من اهلهم يعني. بقيت انا من اهل اسكندرية. هل انا اقدر اروح على البحر واقعد كده في الصيف؟ استحالة، استحالة. بيكونوا المصيفين ما شاء الله ما شاء الله كتير جدا 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 جدا. يعني ما تقدريش تدخلي البحر ده. البحر ده عادي عام، بتدفعي له تهيلي 10 جنيه او 10 جنيه وبتخشي. بصي اللي ب10 جنيه دلوقتي عامل ازاي. عايزة اقول لكم ان لحد دلوقتي لسه في ناس بتنزل تقعد على البحر، وهتشوفوا معايا في الفيديو ان انا يعني صورت كده مقتطفات، وفي ناس كمان نزلت المية. بس ما ينفعش ان انا اصورها يعني. بس هما دول كانوا غطاسين وموجودين في المكان ده، حتى لو مشيت شوية في غيرهم، لو مشيت شوية في غيرهم. فكانوا موجودين في البحر كله يعني. وكان في ناس فعلا والله نازلة. الجو بيكون حلو، والصبح الجو بيكون فيه شمس والمية دافية، وبالليل بس هو اللي بيكون فيه سقعة شوية. هنا قلت اقوم ان انا اتمشى شوية. هي دي بقى النقطة اللي انا بكلمكم عليها، ان انا ما بلاقيش حد ان انا اخرج معاه غير جوزي وبناتي. بس هما دلوقتي راحوا المدرسة، ما عنديش صاحبة ان انا اقول لها تعالي ننزل سوا مثلا نتمشى، نخرج، نعمل اي حاجة يعني. هو ده الشيء الوحيد طبعا. مش معايا اي حد خالص خالص من اهلي في البلد. طبعا صوت الموج والبحر جميل. بصوا شايفين منظر المية واللون ده ما كانش موجود في الصيف خالص خالص. بس قلت ان انا انزل بقى كده اهدي اعصابي شوية وانزل اقعد على البحر. بجد صوت الموج بيريح الاعصاب والله. والمنظر ده رائع، متشريش بفلوس خالص. آم، قلت اتمشى. بصوا الموج بيطلع لحد بعد ما انا كمان بتمشى يعني. بيبقى الموج هنا كده بس، ولسه بقى كل ما الدنيا تسقع الموج بيطلع بره اكتر.
بصراحة في الشتا على البحر حلو أوي، 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 أوي. ما بنحسّش دايمًا بقيمة الحاجة غير لمّا بتروح مننا. بمعنى أنا عن نفسي يعني ما كنتش حاسة بقيمة الناس اللي حواليّا وصحابي وأهلي غير لمّا بعدت عنهم. والحمد لله إن أنا بعدت يعني بكامل إرادتي، ما حدش غصبني إن أنا أبعد ولا أي حاجة. بس هي الظروف يعني جات إن إحنا لازم أكون كده لوحدي يعني. لأن أنا هنا ما عنديش صحاب ومش عارفة إن أنا لسه أعمل صحاب. بقى لي فترة موجودة بس ما باتقابلش مع حد عشان خاطر أعمل صحوبية يعني. بصوا في ناس هناك قاعدة وفي ناس ورايا قاعدين، وبصراحة وكل واحد جاي وجايب مراته وعياله جايين، واللي جاية وجايبة حماتها وجاية وقاعدين على البحر وبيفطروا. للوقت ده كده كانت الساعة 10، 10:30. أنا فضلت قاعدة من الساعة 8:30 لحد الساعة 11. كل ما أقول أنا قايمة وماشية الجو يحلو أكتر، وأقول لأ مش همشي دلوقتي، خليني قاعدة حبة كمان. بصوا شايفين الناس، شايفين الناس ازاي على البحر، ولسه في ناس كمان بتيجي. ما بي... الناس بس ما بتروحش البحر غير في النوات، يعني الدنيا بقى ساقعة قوي شهر واحد وكده، لكن الناس بتفضل موجودة. بصراحة ما فيش أجمل منه يعني. كده أنا خلاص خرجت برا المكان وركبت. ركبت قلت أروح خالد بن الوليد، ادخله كده بس شوية واطلع. كنت عايزة اشتري شوية حاجات للبنات، ودوت المشروع بتاع 45 خلاص قرب يخلص على خير ان شاء الله. بصراحة هي جميلة، اسكندرية حلوة وجميلة، اسكندرية مارية. وبصوا شايفين الناس، ده شاطئ تاني غير اللي انا كنت قاعدة عليه. بصوا شايفين الناس قد ايه. وبرده هنا برده كان في الغطاسين دول، زي ما قلت لكم كده اي حاجة بيلاقوا. بصوا منظر البحر، بصراحة انا بستمتع قدامه، مفيش كلام. هنا قدام خالد بن الوليد هنزل النفق واعدي الناحية التانية اهو. شايفين في غواصة اهو، ومنظر المراكب. بصوا ده شارع خالد بن الوليد، هو من الأحياء الشعبية بس بيبقى فيه حاجات حلوة. ودايما المصيفين بينزلوا عليه دايما. بصوا كان لسه قافل، بس قد ايه هادي وقد ايه مش زحمة وناس بتخبط فيكي بصراحة كان حلو جدا. طبعا اشتريت الطلب اللي انا كنت عايزة اشتريه ونازله له مخصوص و... واتمشيت كده شوية ورجعت. بس بصوا يعني يعتبر ناس فاتحة جدا من بدري وناس لسه ما فتحتش. في كل حاجة يعني بصراحة. في بصوا شايفين العجلة الحلوة دي، في كل حاجة، اكسسوارات، دهب صيني، هدوم رجالي، هدوم اطفال، مايوهات بقى وعوامات، والحاجات دي بصراحة بتبقى موجودة كتير جدا في الشارع ده. آه، هنا انا قعدت اتمشى. بصوا لسه في ناس قافلة ازاي. بس هو ده يعني كان يومي، كان يوم بسيط جدا. قلت ان انا انزل كده اخد جولة على البحر شوية. طبعا هما ما كانوش ال10 دقايق دول، هما كانوا اكتر يعني. قعدت 3 ساعات. طلبت سندوتشات لاني وهنا بتكسف ان انا اقف رحت اكل مش اكل لحاجة فول بس من عشان على خاطر انا العربية لوحدي مش اكتر. لكن بصراحة كانت سندوتشات حلوة جدا مع